يتناول هذا البحث التأطيرات المنهجية في علوم السيرة النبوية، مع التركيز بشكل خاص على علم الشمائل المحمدية سعيا لتقديم خارطة بنائية واضحة لهذا العلم الشريف، وكذا إعداد متن شمائلي خالص تحت راية المنهج القويم والمناسب لطبيعة مرويات هذا العلم. يهدف البحث إلى تحقيق فهم أعمق لمفهوم الشمائل المتنوع متتبعا مسارات التأليف والتصنيف عبر العصور، ويسلط الضوء على الدور المحوري لأئمة عظام، على رأسهم الإمام الترمذي، الذي قام بجمع شتات هذه الأوصاف والخصائص في مؤلف جامع أصبح أنموذجا يحتذى به في هذا الباب. كما يبين البحث أن تقسيم الشمائل إلى خلقية وخلقية وآدابية وتعبدية ومعيشية ومحورية لم يكن تقسيما عشوائيا، بل كان ضرورة منهجية لتيسير الفهم وتعميق الاستيعاب وضمان الشمولية في تناول شخصيته الكريمة، مما يمثل أحد التأطيرات المنهجية الأساسية لهذا العلم. وفي الختام، فإن المنهجية التي اقترحناها لإعداد متن شمائلي، والمبنية على مراحل دقيقة من جمع الروايات واستقصائها وتحقيقها قبولا وردا وحديثيا وصولا إلى الصياغة، إنما تؤكد على أن هذا العلم يستوجب أقصى درجات الدقة والتمحيص لضمان تقديم صورة صافية ونقية لهديه بعيدا عن أي ضعف أو دخيل. كما أن اختيار الموارد المعتمدة بعناية فائقة، بدءا من أمهات الكتب الحديثية والسيرية وانتهاء بالمصنفات المتخصصة في الشمائل، يبرهن على الالتزام بالأصالة والتوثيق العلمي الرصين.